لو ما تعرفش موضوع البشعة المنتشر او ايه هي البشعة دي اصلا، اسمع الكلمة. الموضوع بكل بساطة ان في واحد اتهم مراته في شرفها وشهر بيها قدام الناس وفي الشارع وعلى السوشيال ميديا كمان، وبدل ما يلجأوا للقانون والعدالة لاثبات براءة الزوجة، طلبت الزوجة اللجوء لطريقة قديمة كانت بيتم بيها العقاب زمان اسمها البشعة. والحكم على الكذاب والصادق في الموضوع اللي بالحجم ده بيكون من خلال البشعة. قطع حديد مدورة بتتسخن لحد الاحمرار وبتتحط على لسان المتهم في عرضه او في شرفه او اللي المفروض متهم اصلا، ولو لسعت لسانه وحرقته يبقى كذاب، ولو النار هديت وبردت يبقى صادق. والغريب بقى ان الطريقه دي فعاله بالفعل وبتلسع الكذاب وبتبرد على لسان الصادق. وبالفعل الست دي لجأت للبشعه وبردت على لسانها وطلعت براءه قدام جوزها واهلها واتطلقت منه وعملت حفله كبيره بالمناسبه. الواقعه دي بقى اتصورت ونزلت على السوشيال ميديا وقلبت الدنيا، ومركز الازهر للفتوى صرح ان العاده دي محرمه في بلد فيها قانون. والتصريح بيقول ان بما ان البشع عاده محرمه فانه لا يجوز نشر الاخبار او الصور او الفيديوهات اللي ممكن تروج ليها وتشجع الناس عليها. والحل الافضل في رجوع الحق لاصحابه هو الرجوع للعداله والقانون، واللي بنطالب به الحكومه دلوقتي هو لم الشيوخ اللي بتشتغل في الاعمال والبشعه والحاجات دي لانهم كتروا بشكل غير طبيعي. وهل لو البشعه لساعتها كانت هتحكم على مدى صدقها او كذبها، ولا دي خرافات قديمه؟ سيب لنا رايك في الكومنتات، وفولو ولايك وشير وصلي على